ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب احنا عندنا سؤال في البث يا سعدون. اي ماكو مشكلة، وانا هم عندي سؤال يعني صاعد لكم بحضراتكم ان شاء الله من تكملون سؤالكم واجاوبكم، يعني جاوبوني شلون ان عمر بن الخطاب قال لرسول الله: لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه طب انت يكلمهن احنا البر هنسألك والفاجر. السؤال الاول وبعدين سؤالك بعد ما يعني تجيب على ماشي. قلت لك ان شاء الله ماكو مشكلة، يعني ان شاء الله يعني شلون انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر طب خلاص الرسول انا هجيب لك بانه السؤال طيب. يحجب يا عم نسائه، فهل هو اكثر غيرة من الرسول او الرسول لا توجد عنده غيرة طيب على ماشي نسائه؟ ماشي ماشي يا عم الان احنا وكيف بنتكلم معاك ان على نساء الرسول يكلمهن البر والفاجر؟ بس هدي صوتك سعدون هدي، والله انت سألت هذا جد. السؤال فاسمع اجابة الشيخ. هذا جدا. سعدون هدي، انت سألت والله السؤال هذا فاسمع جد. اجابة الشيخ. تمام خلص. عمرو عمرو برضو. هو بداية الرواية حدثنا عمرو بن عون. من الذي الصحابي مين بقى؟ عمرو بن عون. عمرو يا صحابي. جميل بس لحظة شوي، عمرو بن عون ما في قال: باللغة العربية حدثنا كلها شخص. هشيم عن اسمع. حميد. جميل وين المشكلة؟ جميل، ما في المشكلة انه ما في باللغة العربية كلها شخص اسمه عمرو. تمام، ما في عمرو، في اسم عمر وفي عمرو، عمر وعمر. تمام، ما في عمرو ابدا في اللغة العربية، يلا انما اذا تضع هيك الواو للتفريق بين ممتاز. عمر وعمر. ماكو والله تفضل انت يلا. ممتاز. اذا هيك انت معي سولف لي ليش يكلمهن البر والفاجر، هاي ما تعرف ايه؟ اكمل يلا، يكلمهن يلا. البر والفاجر، يكلم نساء النبي، يعني هذا طعن اكمل في يا ابن النبي، الحلال. والبخاري مليء يا جميل، بالطعون في النبي. خلاص نزل يكلمهن شيخ، البر هذا والفاجر. ما يعرف يقرا وريد فقط يلقي شبهه. يكلمهن البر والفاجر يا المعي. ما يعرف يقرا وريد